اليوم كنحضروا الدورة العادية من شهر يونيو اللي تدرجت فيها 3 نقاط. النقطة الأولى هو العرض اللي كتقدم به الشركة المتعددة الخدمات، الجهوية المتعددة الخدمات، وكذلك شركة النظافة. وكانت النقطة الأخيرة هي نقطة انتخاب المنصب الشاغر للنائب السادس لسيدة الرئيسة. تم تأجيل النقطتين لعدم حضور ممثلي الشركه السيرين، شركه الجويه المتعدده الخدمات، وكذلك لعدم حضور شركه النظافه لاسباب تخصهم. فتم مباشره انتخاب النائب السادس للسيده الرئيسه، وباغلبيه تم انتخاب السي موسى سراج الدين نائبا لرئيسه مقاطعه سيدي بليوط. وهذا صراحه كنعتبر السي موسى مستشار من طينه يعني المناضلين على المدينه القديمه وعلى مقاطعه سيدي بليوط بصفه عامه، ابن المدينه القديمه، فكيستحق هذا يعني هذا المنصب هذا، وكان من الاكيد انه يعطي الاضافه للمكتب ديال مقاطعه سيدي بليوط. شكرا. ولا المكسب ولا الموظفين ولا الساكنين.